صباحكم رمضان. عاملين ايه الاخبار؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب كده. بصوا يا جماعه، انا النهارده طالع اتكلم عن حد وعن حاجه، مش طالع اتكلم عامه عن كوره خالص بشكل عام ككوره، بس طالع اتكلم عن شخص والحاجه دي بتاعته، يعني دي راجعه له. فخلينا نبدا كده. هو الشخص مين وايه اللي هتكلم عليه؟ الشخص هو عبد الله السعيد. وهتكلم عن ايه؟ هتكلم عن فكره ان الناس اللي طالعه الفتره اللي فاتت كلها، سواء زملكاويه وطبيعي اهلاويه، بس هنتكلم عن الزملكاويه الاكتر، فكره انك انت بتضغط على عبد الله السعيد وشايفه ان هو ما بيقدمش حاجه، ولا مردود فني ولا مردود كروي ولا اي مردود حتى البدني لنادي الزمالك، وان هو كان عامه التعاقد معاه حاجه مش صحيحه قوي علشان تقدر تكمل في البطوله السنه دي. خليني نبدا كده يا جماعه. اولا لازم نحط حاجتين بالنسبه لنا. عبد الله سنه قد ايه في مقابل الحاجه اللي هيعملها؟ عبد الله عنده 38 سنه تقريبا او 39 سنه. طيب خلينا نقول، هل عبد الله بيأدي حاجه مع الزمالك ولا لا؟ اه هو بيأدي. خلينا برضو نقول ان جوميز مش حاطه في مركزه، والراجل طلب ده من جوميز بعد ماتش الجونه، طلب منه ان هو تلعبني مركز 10 لان ده مركزه. انا قلت لكم عبد الله ما بيلعبش 8، قليل قوي لما بيلعب 8، بس ما بيلعبش يعني 8 ولا 6. انت بتحطه في مركز 6، يعني زي بتقول انت بتلعب ب2 6، او لو بتلعبه ب8 فانت برضه بتلعبه ان هو يدافع. عبد الله ما بيعرفش يدافع عشان كبر سنه، ده اولا. ثانيا، هل هو لما كان بيدافع وحش؟ اجمالا لا، بس هل هو بيأدي اللي عليه؟ طبعا لا برضه. ليه؟ لان قلت لك هو على كبر سنه ومش مركزه، زي ما انت برضه بتلاعب لعيبه كتير جدا في الخط اللي ورا مش مركزها، سواء لما بتلعب الزناري باك يمين وهو سيرد باك، وسواء لما انت بتلعب برضه المسلوسي سيرد باك وهو باك يمين. فانت عامل ميكس كده مش الطف حاجه. انا عارف عشان عندك مشاكل في النقطه دي، انا ما بتكلمش عليها، بس انا بتكلم على فكره ان لما يكون عندك قيمه زي عبد الله السعيد، المفروض انك انت زيه زي شيكابالا، المفروض ان انت اصلا ما تديهوش جري كتير وتديله مربعات يلعب فيها كتير او مساحات في الملعب يلعب فيها كتير. فالطبيعي انك انت بتديله حاجات معينه بنسب معينه. برضو فكره زي ما قلت لكم، يعني شيكابالا هو اللي عامل لك الاسيستين بتوع الجونين بتوعك، فطبيعي خلاص هو شيكابالا استنفذ، لان انت اديته حوالي تقريبا في الماتش تقريبا حاجه و80 دقيقه عقبال ما طلع. فالمفروض هو خلاص اخره 65 دقيقه وكان يطلع بالكتير. انت استنزفته لحد 83 وبتجريه في مراكز ملاعب كده. يعني شيكابالا الماتش اللي فات يمين تلاقي، نص تلاقي، شمال تلاقي، بينزل يستلم، يعني بياخد مكان دونجا اوقات ان هو اللي ياخد الكرة ويبدا بيها. فنفس المشكله عبد الله برده في مطوشه كتير جدا انت اللي بتخليه هو اللي ينزل يبدا الهجمه، وعبد الله مش بتاع ان هو اللي يبدا الهجمه. عبد الله هو اللي يفنش لك الهجمه قدام، هو اللي يوصل الفيرود بتاعك او هو اللي يجيبها. فانت ما بتلعبوش مركز 10. فيا جماعه الضغط على عبد الله السعيد بشكل عام، اللي هو انت بتلعب، انت جاي مالكش اي لازمه، وانت سنك كبير وتعاقدت معاه ليه، والكلام ده كله، الكلام ده كله غلط يا جماعه. ادي لعبد الله حقه الاول، بعد كده نيجي نتكلم. ومش من ماتش ولا 2 ولا 3، الراجل جاي من نادي بيلعب في نادي طبيعي لسه ما تاقلمش، وحتى لو اتاقلم زي ما احنا بنقول مش من 4 5 ماتشات اقدر احكم عليه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لازم العبه، لازم العب عبد الله السعيد في مركزه. فيا جماعه بلاش ضغط على عبد الله في فكره ان انت الراجل ده مش قد كده، وانت ليه ما خدته ليه وجبته ليه وعملت بيه ايه وما استفدتش بيه لحد دلوقتي، وهو راجل مش فارق معاك. الراجل ما بيلعبش مركزه، الراجل ما بيلعبش مركزه، الراجل ما بيلعبش مركزه بس. فيا جماعه دي نقطه مهمه. هل حد فينا هيختلف على قيمه عبد الله السعيد؟ اكيد لا. الراجل بقاله تقريبا في الدوري المصري ما يقلش عن 15 سنه حاجه كده، من اول ما طلع تقريبا من 2006 او 2007 مع الاسماعيلي، والراجل ما ريتم ثابت ما شاء الله، يعني الله اكبر. فما ينفعش انك انت تيجي تقيس 5 مباريات وهو ما بيلعبش في مركزه ومطالب منه مجهود بدني كبير جدا باللي كان بيلعبه قبل كده. لما كان بيلعب مع الاهلي او عامه، او كان بيلعب مع الاسماعيلي، ما كانش بينزل يستلم وكان بيعمل الكلام ده كله. حتى لو ما كان بيعملها برده كان سنه لسه، انت بتتكلم لعيب مثلا من 28 سنه اللي عنده 39 سنه، ففرق كبير جدا. فانت بتتكلم على البدني بتاعه، لا 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 مختلف تماما. فاحنا يا جماعه والنبي بلاش نتكلم على عبد الله السعيد في نقطه ان عبد الله السعيد مش هيفيد نادي الزمالك. لا، هو راجل هيفيد نادي الزمالك وهيجي منه، وراجل لسه هيجي منه، بس لعيبه في مكانه. هو الراجل طلب من جوميز انه يلعب في مكانه، هنشوف بقى جوميز هيوظفه توظيف صح ولا لا. واتمنى ان لعيبه كتير تتوظف في توظيفها الصح، مش ده بس. ده العيب الوحيد اللي انا بتكلم فيه. بس كده اشوفكم على خير، ويلا سلام.